هل المشي فعلا بيحرق دهون؟ وليش المشي ممكن يكون أفضل من الكارديو القاسي؟ وكم لازم تمشي باليوم لحتى تشوف نتيجة حقيقية؟ بس قبل كل شي لازم نكسر أكبر خرافة بعالم التخسيس. شوف، خليني بلش معك بسؤال بسيط. ليش بتعتقد انه لما بتعرق معناتها انك عم تحرق دهون؟ من وين جاي هالفكرة اصلا؟ الحقيقة انه هذا واحد من اكبر المفاهيم الغلط يلي موجودة بعالم الرياضة، والناس مصدقينه من سنين طويلة من دون ما يفكروا فيه بشكل منطقي. التعرق ما له اي علاقة بحرق الدهون ابدا، يعني صفر، ولا حتى علاقة بعيدة. العرق هو بس وسيلة بيستخدمها جسمك لحتى يبرد حاله لما درجة حرارته الداخلية بتزيد فوق الحد الطبيعي. جسمك بيطلع مي مخلوط بشوية أملاح عن طريق الجلد، والهواء لما بيضربك بيبخر هالماء وبيبردك تماما، مثل ما المروحة بتبرد الغرفة. هيك وبس، ما في دهون عم تطلع من العرق، ما في سعرات حرارية عم تنحرق، ولا في أي علاقة بين كمية العرق وكمية الدهون المحروقة. ولو كان التعرق فعلا معناته حرق دهون، كان شفت الناس كلها قعدت بالساونا نص ساعة وحرقت 10 كيلو وخلصنا من الموضوع كلياته. منطقي هالحكي؟ طبعا لا، لأنه ببساطة العرق ما له أي علاقة.